السلام عليكم. نشوف الوقت هذا كل من هب ودب قام ينتقد السعودية. السعودية فعلت، السعودية بلد الحرمين، بلد السعودية ما سوت شيء. السعودية فتحت لك ملاهي عشان ما تروح تدشر وتجيب العيد برا، فتحت لعيالها ملاهي. الساقط راح يتبع طريق الساقطين، واللي يبي الستر يتبع طريق الستر. انت يا الوافد طالع كل يوم نزل مقطع بلاد الحرمين، بلاد الحرمين، ويلايا بلاد الحرمين، تبكي. ايش عندك؟ شوف ديرتك حبيبي، مراقص، بارات، الخمر ينباع بالشوارع عندك، باتصال واحد تجيب 1000 بنت. الحمد لله السعودية ما وصلت للمرحلة هذه، ولن توصل إن شاء الله بقيادتنا، الله يحفظهم. فاترك شأن السعودية للسعوديين، وحتى السعوديين في أمور ما نتدخل فيها. فيه دولة وفيه نظام، وفيه هم اللي في بعض أمور ما لي حق إني أنا أتكلم، وأنا سعودي ما لي حق. أنت وش الجرأة اللي فيك تنتقد ومسوي إنك أنت اللي مقطع 4؟ واحد يقول السعودية تحتفل بالهالوين، افتحوا مكة للجنسية الفلانية 10 أيام وراح نفعل ونسوي. ليه حبيبي؟ حنا قصار ما عندنا يدين؟ نطحنك أنت واللي يبي يلمس السعودي بس كذا نطحن طحن. ولا الثاني كل يوم منزل واحد شارد بألمانيا وينزل مقطع إيران تهدد السعودية، ما أدري منو يهدد السعودية. حبيبي والله لا جيت للجد، الشعب السعودي شعب عظيم، ما هو مثلك. ألمانيا على ألمانيا. لا حبيبي، لو أحد يقرب السعودية كذا بس، أنا أتوقع من وجهة نظري ما يمدي العسكري يلبس بدلته إلا دشير الشارع رادينهم. الدشير اللي بالشوارع اللي لا قاعدين ناس فاضية سعوديين طبعا يردون دولة كاملة. فجاي أنت يعني لو إنك قاعد بديرتك وصامت بديرتك وتدافع عن ديرتك، أقول ممكن لك حمية يعني تحبنا شوي. أنت أصلا ديرتك مغزوة ومنحاش وقاعد تتكلم عن السعودية. اقعد بديرتك، دافع عن ديرتك، عن شرفك، عن عرضك، عن مسكنك، وبعدين تعال دافع عننا حنا.